ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة كروشيه توتو. معاكم آلاء صابر، وانا النهاردة متحمسة جدا 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 عشان ده اول فيديو اصوره بالرينج لايت الجديد. لو ما شفتوش الفيديو بتاع الانبوكسنج اللي جالي من شي ان، هو انا طلبت حاجات كتير قوي وما جاليش منهم غير 3 حاجات بس، فانا مستنية بقية الاوردر ان شاء الله وهنبقى نفتحه مع بعض. تمام، خلينا قبل اي حاجة نعمل كده حاجة نشربها وبعد كده نرجع لكم مرة تانية. بالنسبة لي انا اكيد هشرب قهوة. شوفوا بقى انتوا حابين تشربوا ايه. مجهزاها من بدري، انا خايفة تكون بردت. لا لسه ما بردتش الحمد لله. مين فيكم بيحب القهوة زي حالاتي؟ انا تقريبا مدمنة قهوة، مفيش يوم بيعدي عليا من غير ما اشرب قهوة، واليوم اللي ما بشربش فيه قهوة حرفيا ما بحبش حد يكلمني في اليوم ده خالص. تمام، خليني قبل ما ابدا في اي حاجه خالص واقول لكم الفيديو ده عباره عن ايه، خليني اقول لكم كده ان اتمنى يعني ان الناس لو عجبها فعلا الفيديو اللي هي تدوس على سبسكرايب وتدوس على اللايك، يعني دوسوا على اللايك كده وانتوا بتتفرجوا على. بمناسبة القهوة، انتوا بتحبوا تشربوا القهوة بتاعتكم ايه؟ انا عن نفسي بحب اشرب القهوة بتاعتي بنص معلقة سكر. خلينا كده نحط القهوة على جنب ونركز مع بعض في الفيديو بتاع النهاردة. الفيديو بتاع النهاردة انا هتكلم فيه عن المنتجات اللي انا بستخدمها لجسمي، ماشي؟ او بمعنى اصح هي منتجات انا استخدمتها وهكملها معايا في 24. تمام. اول حاجه هتكلم فيها هو الديودرنت، ماشي؟ الديودرنت ده من اهم الحاجات اللي بجد بجد مفيش بنوته تستخسر في نفسها اللي هي تدفع في الديودرنت تجيب حاجه نظيفه بمعنى صح، ماشي؟ يعني لو هتستخسري في نفسك كل حاجه ما تستخسري. انا دايما بقول لنفسي كده ان انا ما استخسرش في نفسي حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الديودرنت والصن بلوك. ادفعي فيهم على قد ما تقدري، وعلى قد ما هتدفعي فيهم ان شاء الله هتلاقي نتيجه حلوه، لكن بجد لو استرخصتي هتلاقي نتيجه بشعه. الصن بلوك هتلاقيه مش جايب معاكي اي نتيجه. الديودرنت هتلاقيه بيسود المنطقه، هتلاقيه اساسا بيطلع ريحه مش حلوه. يعني انت ممكن يكون اساسا ريحه العرق بتاعتك مش الريحه الاوفر قوي اللي الناس تشمها والكلام ده كله، هتلاقي الديودرنت السيء هتلاقيه مطلع لك ريحه مش حلوه. مع مرور الوقت ومع كثره الاستخدام هتلاقي الريحه دي ثبتت معاكي في جسمك، حتى لما تبطلي تلاقيه برضو الريحه ديت معاكي، ماشي؟ خليني اقول لكم اللي انا استخدمت ما ثبت على واحد وهوريه لكم دلوقتي، وهو الحلو ده، ماشي؟ الحلو ده هو جميل وزي الفل وانا بحبه جدا جدا جدا. ودوت دي تاني باكج على فكره، ده خلصان، ماشي؟ انا جبت دوت النوع ده من ستارفل، انا بحبه جدا جدا النوع ده. اولا بصوا، عايزه افتكر ريحته عشان بقالي كتير. هو خلصان، فهو يعني مش عارفه ريحته ايه بصراحه، هي ريحته خفيفه جدا جدا وانا ما بحبش الديودرنت يكون لي ريحه، هي ريحه ناعمه وخفيفه كده. وتقريبا في فيتامين اي. هو كل الانواع بتاعه الستارفل مكتوب عليها فيتامين اي، ماشي؟ ده النوع ده حلو قوي. استخدمت منه كام عبوه من النوع ده؟ استخدمت منه 3 عبوات، يعني دي كانت العبوه التالتة وخلصت خلاص، ماشي؟ قلت ايه؟ قلت طيب ايه المشكله لما اجرب نوع تاني؟ يعني ايه يعني انا قبل كده قبل دوت انا جربت انواع كتير، ماشي؟ في ناس طبعا بتستخدم فيتشي، انا عمري ما جربت فيتشي بصراحه، وبما ان احنا بقينا مقاطعين فكده كده مش هجربه، ماشي؟ وده على فكره مش رخيص بالمره، يعني هو مش سعره رخيص بس اكيد ما وصلش للفيتشي يعني. طيب ايه النوع التاني اللي انا استخدمته؟ بصراحه ندمانه ندم عمري ان انا جبته، هو ده بقى اللي انا بستخدمه حاليا، ماشي؟ بقالي قد ايه كده بستخدمه؟ بقالي تقريبا شهر ونص، انا جايباه بقالي شهر ونص. بشع بصراحه، يعني عايزه اقول لكم على فكرة هو أغلى من ستارفل، وأنا مش عارفة هو عند كل الناس ولا المكان اللي أنا جبت منه هو كان غالي. هو أغلى من ستارفل، ولكن هو كان جاي عرض، كان جاي واحد والتاني كانوا هما الاتنين مع بعض ب250. كانوا الاتنين مع بعض كده ب250، بس أساسا الواحد فيه بيتباع أغلى من ستارفل. يعني أنا فاكرة ستارفل ده أنا كنت جايباه ب105، ماشي؟ كنت جايباه ب105، وفي مره جبته ب95 على حسب يعني المكان اللي انا بجيبه منه، ماشي؟ الاتنين بقى مع بعض من اللي هو ازهى دوت كان ب250، يعني هو اغلى من ستارفل، ومع ذلك بصراحه بشع بشع يا جماعه. بتجربتي الشخصيه انا ما حبيتهوش، ممكن ناس تانيين يكونوا حبوه. انا كنت جايبه دوت وجايبه التاني اللي هو بالمسك، او لا بالعود. التاني اللي هو بالعود اللي هو لونه مش عارفه لونه، لون الغطا بتاعه غامق شويه، تمام؟
نكمل بقى مع بعض بقيه منتجات الجسم بتاعتنا. هنتكلم على البادي سبلاش، وانا دول ماي فيفورت بادي سبلاش. تمام اوكي. خليني بس اقول لكم على حاجه. هو يا جماعه يعني لو في حد جرب الاتنين دول ماشي، اللي هو بتاع باسم بادي دوت اللي هو انتو ذا نايت ماشي، وبتاع ايفا دوت، هل انتوا بتحسوا كمان ان الريحه بتاعت ده شبه الريحه بتاعت دوت، بس دوت فيه كحول شويه ودوت تحسوا الكحول فيه قليل شويه بعض قوي؟ يعني بجد لو في حد بيحب دوت هات ده، هات ده ماشي، وهيغنيك عن ده. مش يعني مش هيغنيك قوي يعني، عشان ده يعني ده فيه ريحه كحول شويه، ولكن لو انت يعني او انتي ماشي ب يعني معانا في المقاطعه والكلام ده كله، وانتي مقتنعه بالمقاطعه، عشان في ناس اوريدي ما هماش مقتنعين اساسا بالمقاطعه ومش مقتنعين بالفكره ديت. لو انتي مقتنعه بالمقاطعه والكلام ده كله وبتحبي الحاجات بتاع بادي باث اند بادي وركس وبتحبي انتو ذا نايت، هاتي التاني دوت، هاتي بتاع ايفا ده ماشي، وهتحسي ان انتي بترشي من التاني دوت، بس الفرق اللي فيه كحول شويه، والفرق اللي هو الثبات بتاعه يعني ايه اضعف شويه. خلاص خليني اقول لكم، انا كنت جايبه اساسا مجموعه كامله من ايفا ماشي، اللي هي الشاور جل. الشاور جل بتاعهم ده تحفه تحفه يعني، وناعم كده، وتحسي كده اللي انت بتدهني الرغوه بتاعته حلو ماشي، والثمن بتاعه حلو. كان بسعر 75، وعلى فكره الكميه بتقعد معاكي شويه حلوين يعني. الكميه بتاعته 250 بس بتقعد معاكي شويه حلوين يعني بجد ماشي. ايه تاني؟ البادي لوشن ده انا ما استخدمتهوش كتير، انا ما استخدمتهوش غير مره واحده بس. ده بكام؟ ب95. انا كنت جايبه المجموعه على بعض، بصراحه ما كانش في دماغي اجيب بادي لوشن، بس هي كانت مجموعه على بعض بسعر مخفض عن لو انت هتجيبي كل حاجه لوحدها. السعر انا بقوله لكم ده كل حاجه لوحدها يعني. ليه بقى؟ لان انا بستخدم اوريدي شان جل. شان جل ده انا بستخدمه مرطب يومي للجسم ماشي. ده حبيبي ده روحي، حاجة يعني قمة الحلاوة. انا ما بحبش على فكرة عشان المرطب بتاع الوش، ما بحبوش خالص، ده بعيدون عنه. لكن بجد اللي هو البادي ميلك ده جود، احلى مرطب شفته في حياتي يعني. الناس اللي بتعمل ليزر على الجسم هتحبه جدا جدا، جيبوه على ضمانتي ماشي. يوريبور. يوريبور ده اي حد عنده جلد وزة بيعمل ليزر ما بيعملش ليزر يجيبه، وعلى ضمانتي برضو ماشي. يلا المهم يعني يوريبور ده شكل الجلد بتاع الوزة ده اللي هو النقط ديت ماشي، بيقلل منها بشكل رهيب، بيقلل منها بشكل فظيع من تاني او تالت مرة. يمكن من اول مرة انت بتبدأي تحسي ان الدنيا هدت كده معاكي ماشي، تاني مرة تلاقيها هدت اكتر، تالت مرة هدت اكتر. طب هو بيوديها نهائي؟ لا، ما بيوديهاش نهائي. الحاجة الوحيدة اللي بتعالج جلد الوزة نهائي ومش هتلاقي في جلد وزة تاني هو الليزر بس. هو الوحيد اللي بيعالج جلد الوزة نهائي، ودوت إيه ان احنا كلنا بنسعى ليه يعني. انت لما يتوفر معاكي بعون الله فلوس، ربنا يكرمنا جميعا، روحي اعملي الليزر على طول. ما اقولش الفيديو دوت، انا حابه اقول لكم حاجه. لو انتوا فعلا استفدتوا من الفيديو دوت ولو بمعلومة صغيرة، لو بحاجة بسيطة، يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك للفيديو دوت عشان يتشاف اكتر لناس كتير، ونكبر مع بعض ونعمل فيديوهات كتيرة ونستفاد من بعض. غير كده كمان انا طالبة منكم طلب اتمنى ان انتوا تحققوه لي، وهو ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتس ايه الفيديوهات التانية اللي انتوا تحبوا تشوفوها في القناة، برضو انتوا حابين تشوفوا ايه، وان شاء الله نعملها. وحتى لو كانت حاجه في الكروشيه اكتبوها لي طبعا في الكومنتس تحت ماشي. القناه دي زي ما قلت لكم هي قناه كده كومباينيشن ما بين الكروشيه وما بين السكين كير والهير كير والحاجات ديت ماشي، شويه حاجات وشويه دردشه كده، هنبقى مع بعض باذن الله من وقت للتاني في مواضيع مختلفه. انا ان انتوا تكونوا انبسطتوا في الفيديو دوت. باي باي.